المغربي المحبوب حسن مكيت يوم أمس الأحد ضيفاً على القناة الثانية من خلال نشرة الظهيرة، حيث خصصت له دوزيم حيزاً زمنياً مهماً 17 دقيقة من أجل الحديث عن مساره الفني الزاخر بالعطاء والإنجازات على مستوى المسرح والتلفزيون وأيضاً المجال الرياضي. هذه المبادرة الجميلة التي حظي بها مكيت خلفت ردود أفعال طيبة وإيجابية لدى كل المتابعين، سيما بعد تعرضه قبل أيام للإساءة والتنمر من قبل أحد الكوميديين ببرنامج ستاند أب الذي يبث عبر القناة الأولى. وأثار الفنان حسن مكيت إعجاب الجميع بفعل طلاقته في التحدث بلغة عربية فصيحة راقية، إلى جانب تفاصيل أخرى طبعت مساره الفني الزاخر الأعمال المسرحية والتلفزيونية، حيث أشاد الكل بدماثة أخلاقه وتواضعه الكبير عطفاً على كونه فناناً متميزاً من طينة الكبار. بعد الإساءة التي تعرض لها الفنان المغربي حسن مكيت المعروف ببرطال، أطلق عدد من الفنانين والمتابعين المغاربة حملة تضامن واسعة مع زميلهم الفنان، عبروا من خلالها عن شجبهم واستنكارهم للإساءة والتنمر الذي تعرض له. هذا ووجه المتضامنون عتباً ولوماً كبيرين على المسؤولين عن هذا البرنامج والقناة الذين لم يتدخلوا وسمحوا بتمرير تلك العبارات الاستهزائية التي طالت الفنان حسن مكيت. وتسبب عرض حلقة السبت الماضي من البرنامج الكوميدي ستاند أب الذي يبث على القناة الأولى المغربية، والتي تضمنت إحدى فقراتها ما اعتبره عدد من الفنانين والمثقفين المغاربة إساءة بالغة للفنان المغربي حسن مكيت من طرف أحد المشاركين، تسبب في موجة غضب عارمة في صفوف عدد من أصدقاء مكيت وزملائه. من جهته لجأ الفنان المغربي حسن مكيت إلى القضاء وسلك المسطرة القانونية ضد القناة الأولى بعد التنمر الذي تعرض له خلال إحدى فقرات البرنامج المذكور، كما راسل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري واستنكر ما تعرض له كفنان بمشوار يمتد لعقود من الإهانة في قناة وطنية، كما أنه كلف محامياً برفع دعوى قضائية من أجل رد الاعتبار إليه كفنان ومبدع مغربي وفق معطيات إعلامية. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.